بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خوتي خواتاتي ان شاء الله تكون الاحوال طيبة وعلى احسن ما يرام. بلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية يا رب. فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ميني بيتزا بطريقة جديدة سهلة وسريعة التحضير، جد رائعة. ودابا بحكم اننا مقبلين على شهر رمضان الكريم، اللي تيحتاج بزاف ديال الشهيوات وخصوصا ميني بيتزا اللي تتجي اكثر من رائعه. جبت لكم طريقه جديده باش تهنيكم كثر التماره والوقف في الكوزينه وتسراح بالدلاك كيف ما عارفين. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما نطولش عليكم في المقدمه، ندوزو طريقه التحضير. على بركه الله خديت اناء كيف ما شفتوا معايا، وضعت فيه ملعقه كبيره من خميرات الخبز، وغنضيف عليها ملعقة كبيرة من السكر. اللي عنده العسل يعوضها بالعسل، انا درت السكر ملعقة كبيرة. هنا عندي الماء الدافئ، غير دافي ما يكونش سخون. وغنخلط الخميره مع السكر مع الماء مزيان حتى ينسجموا لي الخليط ديالي. وغنضيف مباشره الدقيق اللي عندي مغربل ضروري. ضفت هنا الكاس الاول وغاد غنضيف الكاس الثاني، يعني في الاول غنضيف 2 كيسان ديال الدقيق اللي يكون مغربل من قبل كيف ما قلت لكم، باش نتفاداو هذاك الكويرات ولا الحبيبات ولا التكتلات اللي تيبقاو في الخليط ديالنا. كيف ما تشوف معايا هنا، من بعد ما دخلت الكاس الاول ديال الدقيق في الخليط ديالي، غنضيف الكاس الثاني وغنخلط الكل جيدا مزيان مزيان بهذا الشكل هذا حتى يوصل يوصل لهذا القوام هذا، ويرجع على شكل القوام ديال البغرير. هنا في هذا الاثناء غنغطيه بواحد بلاستيك غذائي اي سلوفان، ونخليه 10 دقائق، ويمكن لكم تخليوه حتى ربع ساعه، حيت هذه المرحله مهمه بزاف اخوتي، لاننا ما غنعاودوش اننا نخليوه يختمر بتاتا، غنخدموا به مباشره. هنا مباشره من بعد ما تشكل لي هذه الفقاعات، من بعد ربع ساعه حتى ل10 دقائق، نتوما لكم الاختيار على حسب الوقت اللي عندكم. غنضيف الملح، وغنضيف عليها نص كاس ديال الزيت الزيتون اللي يمكن لكم تعوضوه بالزيت النباتيه، وملعقه كبيره من الزعتر اللي حكيته، وملعقه كبيره من الحليب بودره او الحليب المجفف. كيف ما يمكن لكم اللي ما عندوش الحليب البودره يدير واحد الكاس الحليب، في عوض انا درت في الاول 2 كيسان ديال الماء، نتوما غديروا 2 كيسان ديال 2 كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، والحليب اللي يكون دافئ. مباشره من بعد ما خلطت المكونات ديالي اللي ضفت في الثاني، غنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق في الثاني غنبدا على حساب الخليط كيف ما عارفين حتى تجمع لنا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، غير بالاصابع. العجينه ما تحتاج لا دلك ولا مجهود. غنبقى نضيف دفعات يعني بشويه بشويه حتى نتحصلوا على واحد العجين اللي يكون رطب ولين وما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل. على هذا الشكل هذا مباشره غندوز باش نخدم بالعجينه ديالي، غير على ما نحيد هذاك الشيء اللي حدايا وندوز نخدم به مباشره، يعني ما تخليه حتى شي 5 دقائق، مباشره ندوز نخدم به، يعني ما تخليهش يختمر. كيف ما قلت لكم هنا غنبدا باش نقسم العجينه ديالي كيف ما شفتوا معايا. غنشكل الجزء الاول على شكل حربول، يمكن لكم تقسموها، يعني تقسموها لكويرات صغيره وتبداو تشكلوا على شكل حرابل بهذا الشكل هذا. منين شكلت حربول على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا الصوره واضحه في الفيديو، وغناخد واحد القطعه ولا شي موس ولا هذيك القطعه ديال البيتزا، وتنبدا نشكل قريصات بهذا الشكل هذا. اذا كانت العجينه ديالكم تتلتصق في اليدين، هي نوعا ما تتكون تتلتصق، تندهنوها عفوا، يعني تنديروا لها شويه ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا في الصوره بهذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كامله. كيف ما قلت لكم هاد الطريقه هذه اخوتي بلا كثره تماره، انا والله ما خدات مني شي وقت طويل، خدات مني ساعه المكانه تقريبا بهذا الشكل هذا، وزعما غير بوحديتي، يعني غير دي بوحديتي بهذا الشكل هذا. غنبقى حتى نكمل الكميه كامله، وبلا ما تبقى تسرح بالدلاك تقطع بالقطاعه ديال البيتزا، وتيجيو حسين، تيجيو رطبين وتيجيو تيبقاو في الفريغو واحد المده اللي طويله، وصراحه رائعين بزاف. كيف ما شو معايا العجينه ديالي ها هي، غنبقى حتى نكمل الكميه كامله. قسمتها انا هنا على 4 الاجزاء. آه، قسمت الجزء الاول وغندير الجزء الثاني كيف ما شفتوا معايا، تنحربلو في الدقيق شويه الدقيق باش ما يبقاوش باش ما تبقاش العجينه ديالنا تتلتصق في سطح العمل، يعني نخدمو غير بشويه ديال الدقيق اللي يكون غير شويه ماشي بزاف. ويمكن لكم تستعملوا الزيت بالحق تيكون الدقيق
عملي. كيف ما شفتوا معايا هنا تنحرب الحربول الثاني اي الجزء الثاني، وغنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. تنشكل واحد الكويرات ولا واحد الكريسات اللي يكونوا متساويين. بالنسبه للكويرات يمكن لكم ديروا زعما الميزان وتبقاو ديروا كل كويره كل بيتزا بالعبار ديالها 25 غرام ولا 26 غرام. نتوما لكم الاختيار. انا بحكم ما عنديش الميزان وتندير داكشي عيني ميزاني. اللي جاتني صغيره تنزيدها شويه ديال العجينه، اللي جاتني كبيره هي هذيك. يعني تندير انا درت الحجم اللي يكون صغير، يعني متوسط، زعما صغير بزاف ماشي كبير. كيف ما شفتوا معايا الكويرات يكونوا متوسطين الحجم. هنا غناخد واحد الغلاقه ديال شي قرعه ديال الكوفيتير، قرعه ديال مطيشه، يعني هادو موجودين. ما كايناش شي دار ولا شي ظرف ديال شي مرأة مغربية ما عندها شي الغلاقة ديال القرعة ديال الكوفيتير ولا القرعة ديال كيف ما قلت لكم من مايونيز ولا اي حاجة. بهذا الشكل هذا تنبدا ندير الغلاقه ديالي في الدقيق، وتندير هذيك الكويرات بعدا في واحد اللاطه ديال الفرن اللي غندخلها للفرن. كيف ما شفتوا بهذه الطريقه هذه فرشت فيها ورق الطبخ. اللي ما عندوش ورق الطبخ يدهن اللاطه ديالو غير بشويه د الزيت بهذا الشكل هذا، وتنبدا نضغط على الكويره. كيف ما شفتوا معايا نضغط عليها ب... بهذيك الغلاقه على هذا الشكل هذا. تنبقى نضغط مزيان، والضروري اللي نديرو لها شويه ديال الدقيق باش ما تلتصق الناجي بهذا الشكل تماما. وتناخد في الاخر واحد الفرشيطه اللي تنتقب بها البيتزا ديالي بهذا الشكل هذا. في هذا الاثناء تيكون الفران عندي مسخن من قبل على 200 درجه. فاش ندخلها الفران تنقص لها درجه الحراره غير من الاسفل حتى طيب من التحت، وعاد نطلعها الفوق. يعني تقريبا واحد 3 دقائق ما تتاخدش، حيت انا غندير لها غير نص طيبه. بنفس الطريقه غنكمل الكميه كامله كيف ما شفتوا معايا. تناخد الغلاقه ديالي ديال القرعه الكوفيتير كيف ما قلت لكم، وتنبدا نضغط على الميني بيتزا بهذا الشكل هذا ولا على الكريسه ديالي بهذا الشكل هذا. غير هو حاولوا تخليو الفراغ بين البيتزات كيف ما شفتوا معايا باش فاش نضغطوا عليهم تيزيدوا ينتفخوا شويه وتيكبر الشكل تيكبروا في السمك ديالهم باش ما يلتصقوش. وتندخلهم الفرن على درجه الحراره اللي تكون متوسطه، يعني منخفضه شويه 180 درجه. ونشعلهم من التحت غير من التحت على ما يتحمروا لي واحد شويه كيف ما شفتوا معايا في الشكل النهائي، حيت انا غندير لهم غير نص طيبه. بالنسبه لهاد الكميه اللي عملت انا خرجت لي 40 حبه. صراحه تيجي ولا اروع، تيهنيو. اهم حاجه انهما سهلين. والله اخوتي ما خداو مني شي وقت، وسهلين وعمليين بزاف بزاف، وبنانين بزاف. انا مباشره فاش طيبت عملت شي شويه باش تعشيت بهم. الصراحه جاو بنانين. لاباط جات خطيره بزاف. نتمنى تجربوها وترجعوا عندي في لي كومونتير وتردوا عليا بلي جربتوا الوصفه ديال اليوم. نتمنى تكون عجبكم. وبحكم اننا على ابواب شهر رمضان الكريم عواشركم مبروكات تدخل عليكم بالصحيحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتوا يا ربي. كيف ما شفتوا معايا شكل نهائي ديال ميني بيتزا، راه هو شارحه راسها براسها في الصوره ولا في الفيديو. نتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم كيف ما قلت لكم، راه خطيره بزاف بزاف. واهم حاجه بلا كسرة التماره وقف في الكوزينه وتسراح، يعني سهله بزاف بزاف وعمليه. وهنا توصل الفيديو ديالي النهايه. ما تنسونيش لي لايك وتعليق الزوينه ديالكم. وفي الاخير اشهد الله اني احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.